عايز تنزل السرداب ليه؟ خالد ساعتها ما لقاش مفر، واخد نفس طويل وقال له عايز انزل عشان اثبت لمنى وابوها اني مختلف من غيري، ومين عارف يمكن القى الكنز اللي انتوا كنتوا وصلتوا قبل كده عشانه. صدقني انت عارف ان هيجي يوم وتكبر واحكي لك من تاني عن السرداب، وورد حكايه صغيره عنه وهتتلفت من جواك. ما انت ياما رفضك يا منى وكنت عارف سبب رفضه، اشمعنى المره دي؟ اشمعنى المره دي اللي حبيت تكون بطل؟ لحد ما جه اليوم ده امبارح وحصل جواك نفس اللي حصل لابوك يوم ما حكيت له عن السرداب، بس الفرق انك عايز تنزله. اما هو راح فجاه قام قطعه خالد وقال له هو ابويا نزل السرداب؟ مش ابوك لوحده، ابوك واخد امك معاه. كانوا فاكرين ان هم رايحين رحله صغيره ويرجعوا، عشان كده سابوك وانت سنتين وقالوا راجعين بعد ايام. لكن الايام بقت شهور والشهور بقت سنين والسنين فاتت وما رجعوش، والبلد كلها عرفت ان هم ماتوا في حادثه، والكل قال الحمد لله انك ما كنتش معاهم ونجيت من الحادثه دي. لكن الحقيقه ان هم نزلوا السرداب. عمري ما انبتهم على كده، بقول لنفسي طب ما انت كمان نزلت السرداب وكنت فخور بنفسك، بس الفرق ان ربنا نجاك. وبعدين بص لخالد وقال له عشان كده عمري ما هزعل انك هتنزل السرداب، حتى لو كنت عارف ان قرارك ده ممكن يبعدك عني، بس لازم تكون متاكد انك نازل من جواك انت، مش نازل لسبب وهمي حطه لنفسك اسمه منى. وبعدين قام وقف وادى لخالد ظهره وقال له ساعه ما تقرر قول لي، لان لسه في كلام كتير عن سرداب فريق حد غيري هيقوله لك. بعدها خرج خالد وما راحش شغله زي كل يوم. كلمته منى وطلبت انها تقابله، وراح قابلها جوه جامعه المنصوره في مكان ما كانوا بيتقابلوا دايما. بص لها مبتسم كده فما ابتسمتش كعادتها، وقالت له انا اسفه ان بابا عمل معاك كده للمره الثامنه. ضحك وقال لها لا خلاص انا اتعودت، انا بقيت مفضوح في البلد اساسا، ده حتى الناس بتقول عليا اني سجلت الرقم القياسي في رابطه جوازك بيا، وان المفروض ادخل موسوعه جينيس. خالد كان بيقول الكلام ده وهو في حاله من الحزن. ردت عليه منى وقالت له انا كنت مفكره زيك ان بابا عايز حد مختلف، بس للاسف بابا اتغير فجاه. استغرب خالد كده وقال لها يعني ايه اتغير؟ ردت منى وقالت له في دكتور اتقدم لبابا عشان يتجوزني، وطبعا انا كنت متاكده ان بابا هيرفض، بس اتفاجئت انه وافق. وزعل لها كده وقال لها ايه وافق؟ قالت له وافق ومصر ان اتجوزه. كانت بتتكلم والدموع نازله من عينيها ومنهاره، وقالت له حاولت اتكلم معاه بخصوص حبي ليك فضربني وقال انه عارف مصلحتك اكتر مني، وان مستقبلي مضمون مع الدكتور واني هتعب معاه. كانت منى بتتكلم ودموعها ما وقفتش لحظه، وخالد بيسمعها ومش مصدق، وبدا يتكلم في سره ويقول عايز ايه الاب المجنون ده؟ مش كان بيقول انه عايز شخص فريد من نوعه؟ لكن تقريبا هو كان عايز اي حد غيرك يا خالد. طب هل حب السنين ده كله هيضيع؟ انا ما حبيتش حد في حياتي زي ما حبيتها. وليه هي ما تعترضش على كلام ابوها؟ تفتكر استسلمت خوف من انها تعنس؟ كل دي اسئله دارت في عقله وهي بتتكلم، لحد ما طلبت منه انها تروح عشان ما تتاخرش. ابتسم ابتسامه فيها حزن كده وشاور لها انها تمشي من غير ما ينطق حرف، وكان بيبص عليها وهي ماشيه كانها المره الاخيره اللي هيشوفها فيها. بعدها خالد روح لبلده ويتمشى في الشوارع حاسس بالهزيمه، مش عايز يتكلم مع حد لحد ما وصل لبيته، وقابل جده وقال له انت قلت لي ان في حد عنده كلام كتير عن السرداب. رد عليه جده في هدوء وقال له انت خلاص قررت؟ رد عليه خالد وقال له انا عايز انزل السرداب، ومش عشان منى خلاص راحت من ايدي، وخلاص سبت شغلي ولازم انزل، لازم الاقي حاجه وحيده في حياتي اقدر احكيها لاولادي من بعدي، عايز احس مره واحده اني بطل قدام نفسي، احساسي بفشلي بيقتلني. قال له جده طب انت مش خايف ما ترجعش زي ابوك وامك؟ خالد قال له صدقني الحاجه الوحيده اللي كنت خايف عليها ان اسيبك لوحدك، لكن طالما انت بتشجعني مفيش حاجه ثانيه اخاف عليها. ابتسم جده وقال له طب والعفاريت والاشباح وانه مسكون؟ قال له خالد ما اعتقدش اني هلاقي عفريت اصعب من بني ادم، انا خلاص قررت اني هنزل. وكان عندك حق لما قلت لي ان منى مش هي السبب، بالعكس بعد ما منى راحت من ايدي بلحظات زاد حبي للنزول اكتر من الاول، يمكن الاقي في السرداب الذكرى اللي تخليني اقدر انسى اهانه 6 سنين لنفسي. بعدين سال جده مين الراجل ده وفين الاقيه؟ فابتسم جده وقال له اطمن هو سمع كل كلامنا واتاكد انك عايز تنزل السرداب فعلا. بص خالد لجده ومش فاهم حاجه لحد ما دخل عليهم راجل عجوز قريب من سن جده، وجده اتكلم على طول وقال لخالد احب اعرفك بمجنون السرداب اكيد تعرفه. بص عليه خالد كده وقال له طبعا الحاج مصطفى كان اول واحد فكر انه ينزل السرداب من 50 سنه، وكان دايما بيقول ان عنده معلومات محدش يعرفها عن السرداب ومستني اليوم اللي يقرر فيه حد ينزله. بعدين جده سابهم عشان يكملوا كلام لوحدهم. بص خالد للحاج مصطفى واستغرب من اللي قاله جده، عشان هو كان يعرفه من سنين طويله وما يعرفش انه مجنون السرداب اللي كان بيتكلم عليه جده من زمان. لحد ما الحاج مصطفى قطع صمته وقال له جدك حكى لي قد ايه انت عايز تنزل سرداب فوريك، واتاكدت دلوقتي ده الاسم الحقيقي للسرداب، ولو دورت على الاسم في اي مكان استحاله تلاقي عنه اي معلومه. الناس بتفكرنا انا وجدك مجانين لما بنتكلم عن السرداب ومش مصدقين ان احنا نزلناه من 50 سنه فعلا، بس دي عندهم حق فيها. يمكن دي معلومه انا الوحيد اللي اعرفها، ان من 50 سنه لما نزلنا احنا الاربعه ما نزلناش سرداب فوريك. ويمكن عشان كده طلبت من جدك انه يسيبنا لوحدنا، عشان مش عايز اكسر نقطه فخره بنفسه. النفق ده كان مجرد طريق لسرداب فوريك، والدليل على كلامي ان النفق على عمق مش كبير وليه مسافه معينه،
والدليل الاكبر ان لمبات الجاز انطفت بعد دقائق من نزولنا. خالد قال له اه العفاريت، فضحك الحاج مصطفى وقال له لا قصدك التهويه، النفق غير السرداب، الاكسجين في النفق قليل وتقريبا ممكن ما يكونش موجود لو باب النزول اتقفل. ووقتها لما لمبات الجاز اتطفت انا قلت عفريت والكل خاف وجري، بس بعد كده اكتشفت انه كان خيال حد فيه، ومن جوايا كانت سعادتي ملهاش وصف لاني حسيت اني حطيت رجلي على اول طريق السرداب، وفضلت حاطط امل لنفسي اني هوصل للسرداب في يوم. بس السنين فاتت والمرض حاصرني وفضلت مستني اليوم اللي ينزل فيه حد غير السرداب ويحقق حلمي. بعدها قام طلع كتاب قديم من معاه وقال لي خالد الكتاب ده نسخه واحده اللي كتبه شخص نزل السرداب قبل كده، لقيته بالصدفه في كتب والدي لما كنت شاب، لكن للاسف عامل الزمن كان اثر عليه قبل ما الاقيه، فكان السليم منه تقريبا 10 ورقات بتتكلم عن سرداب فوريك. وبعدين ادى الكتاب لخالد وطلب منه انه يقراه بصوت عالي. خالد قرا الكتاب لحد ما وصل لجمله بتقول: كنت اظن ان الكنز الحقيقي هو الثروات التي خزنت به، ولكنني اكتشفت ما هو اثمن من ذلك كثيرا، اعظم من كنوز فوريك، انني اكتشفت. وبعدها الورقه خلص من غير تكمله الجمله. خالد بص للراجل بلهفه كده وقال له اكتشف ايه؟ قال له انه ما يعرفش وانه لقى الكتاب على الحاله دي. وفضل سؤال اكتشف ايه شاغل بالي على مدار ال50 سنه. بعدين بص لخالد وقال له لو كنت عايز تكتشف اللي اكتشفه لازم تكون في السرداب الليله دي، لان الليله دي القمر بدر وده التوقيت اللي بيكون السرداب فيه منور حسب كلام الكتاب. سكت خالد كده وبص له وقال له وانا مستعد انزل، مستعد لفرصه حياتي. كانت الساعه داخله على 6 لما سابوا الحاج مصطفى وساب معاه الكتاب اللي قراه خالد اكتر من مره، وكل مره بتزيد رغبته في نزول السرداب. دخل عليه الليل والبدر ظهر ومستني البلد تهدى وتفضى من الناس لحد ما الساعه بقت 1 بالليل واستعد خالد عشان يتحرك. وبص لجده وهو بيضحك وقال له ان شاء الله ارجع لك تاني. وبعدين طلع الصندوق الخشب وفتحه وطلع منه البوم الصور القديم، فساله خالد ايه ده؟ جده ساعتها طلع الصوره اللي وقف عندها لما كان بيقلب في الالبوم قبل كده. فتح الالبوم وقعد يقلب لحد ما وقف شويه عند صوره منه وقال له عارف مين دول؟ دي صوره ابوك وامك، كانت اخر صوره ليهم قبل ما يسيبوني. كنت مستني اليوم ده وفضلت معذب نفسي عشان اليوم ده. وبعدين اداله الصوره ومسح دموعه وحضنه. خالد وشوشه في ودانه وقال له هرجع لك يا جدي هرجع. بعدها خرج وكانت البلد هاديه وفاضيه تماما وما كانش حد ماشي في البلد غير خالد. كان معاه شنطته اللي حاطط فيها اكل يكفيه لمده من الايام، وكشاف للاضاءه، والكتاب اللي اداهوله الحاج مصطفى، وشويه ورق واقلام عشان يكتب اي حاجه يشوفها. ووصل لحد البيت المهجور ونط من على السور، وجده كان قاعد في البيت وبيدعي خالد ان ربنا يرجعه بالسلامه. لحد ما باب البيت خبط، جده افتكر ان خالد رجع. اتفاجئ وهو بيفتح لقى منى في وشه، واستغرب ساعتها انها قدامه في وقت متاخر زي ده. سالته على خالد وقالت له هو مش بيرد على تليفونه ليه؟ خلاص يا جدو قدرت اقنع بابا اننا نتجوز انا وخالد، ومش قادر استنى للصبح عشان اقول له. خايفه يكون لسه زعلان من الصبح. جده ضحك كده وبعدين سكت. في الوقت ده كان خالد نط من سور البيت المهجور ونور الكشاف لما وصل للصخره اللي وصفها له جده بالتفصيل، وحاول يحرك الصخره بس ما عرفش. حاول مره تانية برضه مش قادر يحركها، وبعدين على صوته وقال انا مش هستسلم، وجرب كذا مره لكن برضه مفيش فايده. الصخره كان حجمها كبير جدا لحد ما لقى لوح خشب قديم ففكر انه يحرك بيه الصخره، وبدا يحاول من جديد ويزعق لحد ما اتحركت الصخره شويه. وبعدين خالد ساعتها وقع على الارض. لما اتحركت الصخره دي شويه بقى سهل ان هو يحركها اكتر. فضل يزق فيها لحد ما بدا يظهر باب حديد. سمى الله وفتح الباب اللي ما كانش فيه اي قفل او اي ترباس، كل اللي كان قافله الصخره اللي كانت قدامه. فتح الباب ونور كشافه ودخل لقى سلم لتحت. بعدها قال لنفسه بسم الله نبدا طريقنا للسرداب. بدا ينزل من على السلم لحد ما لقى الباب اتقفل عليه كانه اتحبس. خالد مهتم ساعتها وما كانش شاغل باله غير انه يعدي النفق في اسرع وقت، وفضل ينزل لحد ما لقى نفسه جوه نفق ضلمه مفيش فيه مصدر ضوء غير نور الكشاف بتاعه. فضل ماشي فيه لحد ما حس بسرعه ضربات قلبه. بيحاول يشوف نهايه النفق لكن ما كانش شايف حاجه من كتر شباك العنكبوت اللي كانت جوه النفق. فضل ماشي بيدور على سلم السرداب اللي قال له عليه الحاج مصطفى، وبدا يجري شويه لما حس ان صدره بدا يضيق لما قل الهواء عنه. وفضل يحط ايده على رقبته من الخنقه اللي كان حاسس بيها، وبرضه ما كانش لاقي طريق السرداب. فضل يجري زي المجنون ويسال نفسه فين الطريق، عارف انه مش هيعرف حتى يرجع لسلم النفق، يموت من الخنقه قبل ما يوصل. بيجري في طريقه وبيدور في كل مكان وبرضه ما لقاش حاجه، لحد ما وقع على الارض وصرخ بالصوت وقال مفيش سرداب مفيش. وبعدين سكت ومال براسه بالجنب ولسه بيغمض عينيه باستسلام. وبعدين بص بعيد من اضاءه الكشاف بتاعه، ابتسم وقال سرداب فوريك سرداب فوريك. وبعدين غمض عينيه وفتحها وبص تاني، شاف الواح خشب مرصوصه ظهرت قدامه كانها باب صغير موجود في جنب النفق. كان الباب الخشب بعيد عن خالد مسافه خطوات، لكن خالد كان لسه مرمي على الارض من شده التعب. لحد ما اتنفض تاني وفضل يتحرك بجسمه في اتجاه الباب. فضل يزحف على الارض مش قادر يقف على رجله. فضل يقاوم ويكلم نفسه ويقول في امل في امل، سرداب فوريك هناك، هلاقي الهوا والحياه. كان بيقوي نفسه بالكلام ده ويقرب اكتر من الباب لحد ما زق نفسه زقه بكل قواه عند الباب الخشب. من كتر ما الباب كان قديم والزمن كان جه عليه، اول ما خالد خبط فيه الباب اتكسر 100 حته لحد ما لقى نفسه وقع في سلم وجسمه عمال يتدحرج من عليه وما قدرش يسيطر على حركه جسمه.
لحد ما وقف وفتح عينيه لقى نفسه في مكان مختلف تماما. بدأ يتنفس كده كأنه لقى بير ميه بيشرب منه بعد عطش شديد، وفرح اكتر لما لقى نفسه شايف كل حاجه بوضوح من غير كشاف، ووقف على رجليه وصرخ انا في سرداب فوريك. نزل لحد ما خلص السلم فلقى نفسه في السرداب. شاف قدامه نفق كبير جدا اكبر بكتير من النفق اللي عدى فيه قبليه، كان تقريبا ارتفاعه حوالي 10 متر وعرضه كذلك. فضل يبص على حيطانه الضخمه منبهر كأنه في مزار سياحي، وطلع قلمه واوراقه وفضل يكتب عن اللي شايفه ويسأل نفسه ازاي السرداب الضخم ده موجود تحت بلده ومحدش يعرف عنه حاجه غير صاحب الكتاب المجهول. وقعد يدور في كل الجوانب مش عايز يسيب شبر واحد ما يبصش عليه، لحد ما رجله خبطت في حاجه واول ما بص عليها قلبه اتنفض. هيكل عظمي لشخص، وكانت اول مره خالد يشوف حاجه زي كده، بس ما كانتش الاخيره. فكل ما كان بيقدم خطوه يلاقي اكتر واكتر لحد ما الخوف بدا يتملك منه، وكأن الهياكل دي بتقول له ان ده مصير كل واحد دخل السرداب. دار في عقله ان الهياكل دي يكون منها لابوه وامه، واتمنى ان الحياه تكون غير كده. بعدها حس ان الاضاءه بدات تقل، بيبص في ساعته لقاها الساعه بقت 5 الفجر، وعارف ان البدر بدا يروح وما بقاش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. اللي كان مكتوب في الكتاب ان السرداب هيفضل منور وقت وجود البدر، بس ما قالش حاجه تاني. وفضل ماشي لحد ما لقى صوره منقوشه على الحيطه لشخص باين عليه انه من الاغنياء. ابتسم كده وبص له وقال له اكيد انت فوريك، احب اعرفك بنفسي، انا خالد حسني مكتشف سردابك العظيم واللي بسببك هيعيش احلى ايام حياته. وبعدين طلع تليفونه وبيصور الصوره. اول ما الصوره اتصورت حس بهزه عنيفه تحت رجله، بيبص جنبه لقى حيطان السرداب بتنهار بعيد وفي طريقها ليه. لف وفضل يجري لقدام، فضل خالد يجري بسرعه وانهيار الحيطان بيجري وراه كانه فريسه وبيلاحقه حيوان مفترس. خالد ما كانش مصدق عينه، حاسس انه بيحلم، وبيجري وبيسمع بودانه صوت الصخور الضخمه وهي بتنهار، لو صخره واحده خبطته هتقضي على حياته. فضل يجري وشنطته وقعت بس ما بصلهاش، فضل يجري ويصرخ ازاي يرجع لبلده تاني، لحد ما لقى قصاده طريقين مشي في طريق منهم من غير اي اختيار، لما الطريق التاني انهار برضه قبل ما يوصل له، وكأن الانهيار بيتحكم في مساره، لحد ما اتفاجئ نفسه بيجري لفوق والانهيار مش سايبه، هيبلعه يعني هيبلعه. خالد فضل يقاوم صعوبه الطلوع وفضل يجري بسرعه لحد ما لقى نور شديد قصاد عينه كأنه نور النهار. فضل يجري عليه ولسه برضه الانهيار بيطارده لحد ما قرب من الفتحه ونط منها، بعدها انهارت من تحته واتقفلت كأن الارض حدفته براها. خالد لقى نفسه على الارض ودماغه محطوطه في الرمله، رفع دماغه ومسح الرمله من على وشه وعينيه وبص للسماء وضحك وشكر ربنا بعد ما افتكر انه رجع تاني لفوق وانه نجي من انهيار السرداب الملعون، لحد ما بص للسماء تاني ولاحظ انها زرقاء وصافيه لدرجه ما شافهاش قبل كده. بص حواليه لقى رمله في كل حته، وقام ولف جسمه ما لقاش حواليه غير صحراء وبس. ضرب راسه بايده وبدا يكلم نفسه فوق يا خالد، انت بتحلم ولا ايه؟ انت فين؟ وايه اللي جاب الصحراء دي هنا؟ ضحك بسخريه كده وقال واضح ان السرداب كان معمول عشان نعمر الصحراء، والكنز وفوريك كل ده كان مقلب. ويا ترى انا في الصحراء الشرقيه ولا الغربيه؟ ولا في سينا؟ ولا اكون عبرت الحدود ورحت ليبيا؟ بعدين صرخ وقال انا فين؟ انا فين؟ عدت ساعه ومش عارف هيعمل ايه ولا هيروح فين، وبيبص في ساعته لقاها ما بتتحركش، لحد ما اتفاجئ براجلين بيجروا بعيد عنه. قام جري عليهم وبدا يحس ان في امل، لحد ما قرب منهم فلاحظ ان لبسهم غريب والمرض باين على وشهم. وقفهم وقال لهم لو سمحتوا انا محتاج مساعدتكم، احنا في السعوديه صح؟ بص له الراجل مستغرب وقال له يعني ايه السعوديه؟ خالد قال في سره دول باين عليهم في الضياع. خالد قال له احنا فين وانتوا مين؟ واحد رد عليه وقال له احنا فقراء وهربنا للصحراء، ما معكش اكل؟ خالد رد عليه وقال له للاسف كان معايا بس ضاع مع الشنطه. وبعدين حط ايده في جيبه وخرج 10 جنيه وقال له انا معايا فلوس، ممكن تشتروا اكل لو قلتوا لي احنا فين وازاي ارجع بلدي. واحد منهم خطف ال10 جنيه من ايد خالد وكلها. استغرب خالد وقال انت جعان للدرجه دي؟ وبعدين ساله سؤال تاني وقال له دلوقتي انا عايز اعرف انتوا هتعيشوا ازاي في الصحراء دي وهربانين من ايه؟ وسؤالي الاهم احنا فين اساسا؟ رد عليه واحد منهم وقال له احنا فقراء والصحراء بالنسبه لنا احسن بكتير من ارض زيكولا. فساله خالد وهو مندهش وقال له ارض زيكولا؟ طيب لو عايز تعرف ايه اللي حصل ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب وشير عشان خاطر يوصل لك الفيديو اول ما انزله على طول، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر اول ما انزل الحلقه الثانيه توصل لك على طول. انا اشرف طه وده الملخص.